السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا. دي صورة الشموع اللي أنا قلت عليها التسع شموع. وقف وخد سكرين شوت، ما عنديش مشكلة، ارجع شوية ووقف وخد سكرين شوت. هنتكلم دلوقتي عن شايفين أول شمعة في الخضر السعود دول، أول شمعة فيهم من ضمن التسع شموع. فأنا كده مش هدخل الصفقة غير لو بنت تلات شموع تانيين محترمين، هو ما أنا داخل ساعتها الصفقة في بداية الشمعة الرابعة. تمام كده، ده مثال واضح قدامنا ان احنا العملية مفتوحة اهي قدامنا، مفيش اي مشكلة خالص اهي. هتقفل طبعا بخسارة عشان احنا ما خدناش بالنا ان الشمعة دي ظهرت وسط الشموع. فما ظهرتش يبقى ايه، يبقى هنستنى بعد التالت شمعة ما تخلص ندخل شمعة جديدة. فين؟ ندخل صفحة جديدة في بداية الشمعة الرابعة. متفقين على كده؟ اي حاجة محتاجينها ابعتولي في الكومنتات، اللي مش فاهم اي حاجة يبعت في الكومنتات. ده فيديو صغير اهو بسيط وشرحه جميل جدا اهو، ده تطبيق على اللي احنا قلناه. ويا ريت الناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك في القناة عشان تدعمني وانزل صفقات مربحة فقط. ويا ريت تفعل الجرس عشان يوصل لك اي فيديو هينزل جديد على القناه، يبقى حضرتك افدت نفسك. والشير ما تنساش عشان تفيد الغير. فانت حفزني بس وادعمني بلايك واشترك في القناه لو حضرتك مش مشترك في القناه. الشرح بيبقى مبسط، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.